بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. شخصية من أبرز صفاتها إنها بتتمحور اهتماماتها كلها حول نفسها بشكل مبالغ جدا جدا فيه. الشخص ده أو الشخصية دي عنده نظرة متضخمة جدا لقيمته وأهميته، وشايف إن مفيش أي حد زيه، لا في الفهم ولا في العلم ولا في أي شيء. التعاطف عنده قليل جدا جدا، وفي بعض الأوقات ممكن يكون معدوم. شايف نفسه دايما هو اللي على صح، إنه ما بيغلطش، بيحب نفسه جدا، بيحب كلمات الإعجاب والإطراء والثناء له، في حين إنه كثير النقد واللوم لكل اللي حواليه، ولا يعطي أحد أبدا أي اهتمام أو تقدير أو كلمات ثناء وإعجاب، لأنه شايف إن محدش يستحق الثناء والإعجاب إلا هو بس. محدش بيفهم زيه، محدش على قدر الذكاء زيه، ولا حد عنده ثقة في نفسه زيه. الحقيقة بالرغم من إنه كثير النقد للناس، إلا إنه ما بيتحملش أبدا أبدا إن حد ينقده أو حد يلومه أو يواجهه بمشكلة ويطلعه هو غلطان. عنده القدرة الرهيبة إنه يحسس اللي قدامه إنه غلط في كل شيء ويفقده الثقة في نفسه. صفات صعبة جدا جدا، كل صفة من دي على حدة صعبة جدا، فما بالكم لو اتجمعت في شخص واحد؟ هل ممكن تتجمع؟ للأسف الشديد الصفات دي ممكن تكون متجمعة في مين؟ في الشخصية النرجسية. حديثنا النهاردة احنا بنتكلم فيه عن الزوج النرجسي اللي دايما بيأذي زوجته بنقده، بأنانيته، بقسوة قلبه عليها، انه عمره ما بيسمعها كلمة حلوة، دايما مش متفهم، دايما كسر قلبها، على طول بيحسسها انها قليلة جدا جدا، وان هو يا حاجة كبيرة عليها، وانها حظها من السماء انها اتجوزت واحد زيه، في حين انها ممكن تكون واقعيا اشطر واذكى منه. الزوج النرجسي بيتلاعب نفسيا على زوجته، بيشعرها دايما ان هي المخطئة، حتى لو الخطأ كان واضح منه هو وهو كان السبب فيه. بيعرف يربكها جدا وبيعرف يشككها في نفسها. بعض الزوجات بتصيب بانهيار عصبي من كتر الاسلوب الصعب جدا جدا من الزوج النرجسي. حديثنا النهاردة في حلقة قوارير عن الزوج النرجسي. يا ترى ايه ابرز صفاته غير اللي احنا اتكلمنا عنها؟ وهل بتظهر في مثلا مرحلة الخطوبة ولا لأ؟ ايه الاسباب؟ يا ترى الزوجة تتعامل معاه ازاي؟ هل ممكن تنفصل بسبب الصفات دي؟ كل التفاصيل دي واكتر باذن الله تعالى هنعرفها مع ضيفتنا اللي مشرفانا الاستاذه امونه ابو بكر، المتخصصه في العلاقات الاسريه والزوجيه. السلام عليكم واهلا مرحبا يا استاذه امونه. أهلا بيكي، مرحبا ندى، كيف حالك؟ الحمد لله خير ونعمه من رب العالمين، الحمد لله. الحقيقه شخصيه صعبه قوي قوي يا استاذه امونه، الشخصيه النرجسيه. التعامل معاها يعني لسه هنشوف مع حضرتك نتعامل معاها ازاي، ولكن خلينا في بداية حلقتنا النهاردة نعرف من حضرتك مع كل مشاهدينا تعريف الشخصية النرجسية. أيوة والله، الشخصية النرجسية هسه دي حديث الساعة. الشخصية أيوة. النرجسية يمكن في الزمن الماضي الناس يعني ما بتعرف الحاصل شنو، وقد يقال إنه الرجل صعب أو الزوجة صعب، الإنسان ده صعب. لكن الليلة مع العولمة والأكسس للمعلومات بقينا نعرف وبقينا نصنف الأشياء، لكن كمان نبقى حذرين من إنه نستعمل الكلمة دي أوفر. فنعم، الشخصية النرجسية هي موجودة، والشخصية النرجسية يعني بقت يعني جزء من حياتنا اليومية في شغلنا. مم. نحن بيجونا ناس كتار، التشخيص صعب جدا جدا. مم. فسؤالك هو من هي ولا أيوة سوري؟ تعريف، أيوة، أيوة تعريف الشخصية النرجسية، من أيوة، هو الشخص تعرف النرجسي؟ مم. الشخصية. مم. الشخص النرجسية هي حالة نفسية يا ندى.
مم. تتصف زي ما أنت بديتي في حديثك، تتصف بالعظمة. يعني والعظمة ما بالضرورة إنه هو يقول أنا شكسبير أو أنا نيلسون مانديلا، لا، يعني إحساسه بإنه هو إنسان عظيم. الناس قد ما تراه، يعني لكن هو بيشوف نفسه إنه هو عظيم. بالإضافة لكده، يعني دائما إحساس العظمة بيتغذى من خلال الآخرين، مم. وهو بيعمل في إنه هو يعني يخط نفسه في أماكن أو في حتات عشان الناس تشوفه عظيم. مم. مم. بالإضافة لكده كمان عنده، يعني ما عنده عدم القدرة للتعاطف مع الناس، ودي تخيل لي السمة البارزة اللي بتخليه يعني إنسان مضر، إنسان بدون رحمة. عارفة يعني أنت كونك مم. تعيشي مع إنسان ما عنده رحمة أو ما عنده compassion أو ما عنده إحساس مم. بالحوالينه، دي حاجة صعبة جدا جدا. فدي من اللي بتخلق الإنسان ده وبتخلق العيشة معاه بتبقى صعبة جدا جدا، سواء مم. كان رجل ولا امرأة. تمام. طيب حضرتك قلتي يعني بعض الصفات اللي ممكن تكون موجودة في الشخصية النرجسية، خلينا نتكلم عنها بشكل تفصيلي مم. شوية. يعني مثلا لو اتنين مخطوبين، حضرتك تنصحي العروسة بقى وهي قاعدة مع العريس، قولي لها لو نعم. شفتي العلامات دي 1 2 3 اعرفي انه نرجسي وبلاش تتمي الزيجة دي. ايه هي العلامات دي؟ والله صعب جدا جدا يا ندى. انت عارفه مم. يعني تشخيص النرجسيين مم. العاديين if I may say، يعني الانسان النرجسي الا يكون اكستريم. اه. فبالتالي يعني مثلا ده يصنف، ده يشخص. لكن المصيبة في مم. إنه من صعوبة إنه الناس أول كمان يعني البحث عن التشخيص ذاته. الإنسان مم. النرجسي ما بيكون عارف نفسه إنه هو نرجسي، اه. أمه ما بتكون عارفاه نرجسي. فبالتالي الناس دي عايشين معانا في بيوتنا، قد يكون امم. أخوك، قد يكون أبوك، قد يكون جارك، قد يكون صديق أخوك. فبالتالي صعب جدا معرفته من أول مرة، لأنه هو امم. بيبيع نفسه. they are very charming، بيبيع نفسه أو كمان بيحط نفسه في حتات يعني امم. ممكن يذهلك. امم. وبطريقته ممكن انسان يكون جذاب جدا جدا في حديثه، في إن انت بالظبط. بتكون عايزه زول ناجح. عرفتي كيف؟ لما زول يقول امم. لك انا عملت كده وسويت كده وانا كده وانا كده، امم. ويتكلم بصوره بتاعت انه يعني هم مغرورين جدا جدا بالمناسبه، امم. وبيخطوها بصوره، يبيعوها بصوره جميله جدا. وده التريك يا ندى. امم. يعني مسألة إنك أنت تعرفي إنه الإنسان ده نرجسي صعب جدا جدا. مسألة اه. إنه هو يتشخص التشخيص الصحيح، فتقولي مثلا الإنسان ده نرجسي وتمضي عليه وتبقى الصفة. يعني للعلاج أو كمان للأدوية من امم. الحاجات الصعبة جدا جدا. إلا امم. يكون مثلا إنسان يعني النرجسية بتاعته زايدة عن الحد، ايوه. بحيث انه مثلا يقتل مثلا، بحيث امم. انه مثلا يعني يعذب اولاده مثلا. ودي حناس لما نمشي لقدام ممكن نتكلم عنها. امم. لكن من الصعب جدا جدا. الا الانسان، ما اي انسان بيعرف يا ندى ويخط في باله انه الانسان اللي قاعد يصور نفسه قدامه ده هو هي ذا بيست بيرسون، امم. ويفتكر نفسه انه الانسان ده قد يكون نرجسي. امم. تمام. يعني معنى كلام فبالتالي صعب حضرتك، جدا جدا التشخيص. معنى كلام حضرتك كده يا استاذه امونه ان الشخصيه النرجسيه اصلا بتبقى شخصيه جذابه من بره الاول. اول ما بنيجي نتعامل معاها بنلاقيه شخص مفوه، بيعرف يتكلم، عنده ثقه في نفسه، فاحنا بس ننجذب له. ولكن بعد التعامل والاحتكاك بتظهر بقى المشاكل اللي فيه. ايوه المشاكل اللي فيه من ضمنها مثلا، من امم. ضمنها يعني تقليل من شأن الناس. ايوه. امم. يعني ما مع اي زول كمان. يعني انت كزوجة، انت كأخت، انت كأم، احنا ممكن نتكلم عن التفاصيل دي، امم. ممكن تعاني من الحاجة دي. امم. لكن
إذا أنت إنسانة واعية مثلا، وأنت عندك تفاصيلك اللي قريتيها، أنت عايزة شنو في زوج المستقبل، which مم. ما كلنا بنعمل الحاجة دي. دائما بالظبط. نحن بننجذب للإنسان الطيب، الإنسان اللي عايزنا، الإنسان اللي يتقدم لنا، الإنسان مم. من أسرة كويسة إحنا بنعرفه، الإنسان يعني في تفاصيل على حسب منطقتنا. مثلا لأن إحنا عايشين في أستراليا، انت مم. عايزه شنو في زوجك؟ ما بتفتشي على الانسان النرجسي باي حال من الاحوال مم. الا تكون اوفر. مثلا انسان يكون مسيطر، سيطره بتاعت انه مثلا يبخس حاجاتك. مثلا انت انسانه ناجحه، اوكي، ايوه. ايوه. بدل يقول لك يا اخي واي واو ويل دان، يا اخي نجحت، ده حاجه جميله جدا جدا. مم. لا، لا ما يقولش. ما بيرضى، ما بيقول الكلام ده. وبالمناسبة لما يقولها وانتوا جداد في شكل التعامل هتاخديها عادي، مم. ولأنه بيقولها ما بصورة قاتلة. بعد ذاك بتبقى لما تبقى اوفر ليتر اون بعد سنين، او كمان انت تخلي حاجاتك عشان خاطره، عرفتي كيف؟ ده ايوه. هو المشكلة. بعد ذاك بتجي المشكلة. لكن في البداية قد لا تلاحظي، بتفتكري نفسك إنه هو هيز كيرين، قاعد يراعي مصالحك، قاعد اه. يديكي وجهة ايوه. نظر. فدي هي المشكلة، وده هو التريك في الشخصية النرجسية والعيش معاه والعيشة معاه. مم. طيب، هنتكلم بقى عن الزوج النرجسي واللي كمان عنده أولاد مم. وهو أب. هل الأكثر يب. تعرض للأذى بتاعه الزوجة، ولا ممكن يكون نرجسي على أبنائه كمان؟ مهما هو ما وده هو الكلام يا ندى. نحن لو اتكلمنا عن الشخصية النرجسية دي جات من وين مثلا؟ ما مم. هي ما جات من السماء نزلت، عرفت كيف؟ ما جات من أسرة، جات مم. من أم وأب، جات من أخوان. مم. فبالتالي يعني حتى إذا نحن تحدثنا عن الأسباب، مم. يعني حتلقيه بيرجع لأسباب من ضمنها هو أساسا ما معروف لحد هسي. لكن علم الاجتماع، علم الأسر، علم العلاقات الإنسانية، العلاقات الاجتماعية، دائما مربوط بالبيئة اللي نحن جينا منها. مم. فبالتالي الإنسان النرجسي ده في نفسه هو جاء من أسرة ومن بيئة قد تكون ما كانت صالحة. قد يكون يعني كان فيه اهتمام بالزيادة، عرفتي كيف؟ أو مم. كمان فيه إهمال، عرفتي كيف؟ دائما الشخصية النرجسية بالرغم من قوتها، نحن هسه بنتكلم عنها، من مم. جواه هش، إنسان آه. هش. فكل يعني الفساد القوة العامل ده، والثقة القوة والثقة بالنفس الشديدة اللي بيعملها والأسلوب في الكلام، تحس إن هو ماشي عامل زي الطاووس كده، كل ده وهو هش من جوه. هش من جوا. ما ده الكلام اللي انت قلتيه في الاول، يعني سريع مم. الغضب ممكن يكون، يعني مم. لو انتقدتيه في اي شيء ممكن يجيني، ممكن يتصرف تصرف ما بالظبط. سمح. بالظبط. عرفتي كيف؟ فبالتالي الهشاشة الداخلية دي قد تكون الخلقت بانه هو الديفنس ميكانيزم بتاعته، او الدفاع. الدفاعات الداخلية بتاعته مم. تكون بالصورة دي اللي هو شايف نفسه عظيم، بينما هو كان بيذل من قبل أبوه، بيذل من قبل مم. أمه. مم. عمره ما حس بالحب، عمره ما حس بمكانته، عرفت كيف؟ مم. مم. فبالتالي بيخلق مكانة لنفسه. ما الإنسان سبحان ربنا لما خلقنا، يعني خلق فينا الرغبة في الحياة بأي صورة كانت. مم. فنحن يعني في الحياة دي بنكون متواجدين وندافع عن نفسنا. مم. وكيف ان احنا نعيش في الحياه دي، انا ده ما دي ما دعوه عشان ان احنا نتعاطف مع زول مؤذي باي حال من الاحوال. لكن المعرفه بتخلق لنا يعني بنعرف، تخلق يعني مم. هي مساحه لانك انت تعرفي في كيفيه التعامل معه. فهو جاي من منطقه زي دي. الوراثه كمان بيقال انها هي تلعب دور كبير. يلا هسي ارجع لسؤالك اللي هو هل هو بيأثر على الاولاد وبيأثر على الزوجه؟ مم. طبعا انت الليله كطفله وانت بتتفرج على امك بتذل يا ندى، مم. انت اه. كبت، عرفتي مم. كيف؟ انت اه. كبت، معناها انت قاعد يخلق فيكي ابوكي اللي هو اعظم راجل في حياتك، وهو اول رجل انت بتشوفيه كمثل اعلى، كقدوه مم. مم. ليكي انت. انت قاعد تاخدي شنو؟ انت قاعد تتربي على الذل والمهانه.
انت قاعد تتربي على انه المرأة تقبليها دي تقبليها فيما بما بعد من تقبلها زوجك. انت شايفة ان الام كان من بيحصل فيها زوجك. كده فعادي ممكن تتضربي exactly تتهاني exactly فتعودتي على كده. exactly. on the other hand يلا هسه الأولاد بيتفرجوا، الأولاد بقى ردود أفعالهم بتكون كيف؟ ردود أفعالهم قد تكون يعني قد يكونوا زي أبوهم نرجسي، أو اه بصورة أخرى زي ريزنتد، يعني مثلا بيرفضوا إنه كيف أبوهم يعمل كده في أمهم، فبالتالي المشاكل بتبدأ بينهم وبين أبوهم، والبعد يحصل والأسرة تتفكك. فما بالضرورة يا ندى، أحيانا الحاجة تكون موجهة للأبناء. الأبناء كونهم يعيشوا في جو زي ده بيخلق منهم شخصيات مهزوزة. ما هو زول الإنسان ده طبعا. جاء من أسرة مم. فكده، عارفة؟ وبعد مم. ذاك يعني as you go السلسلة بتجي. في برنامج جديد ظهر يعني أنا I manage this program اسمه مم. آه آه العنف الأسري من قبل الأبناء الصغار، من قبل اللي الابناء. هو من عمر 11 سنة مم. من قبل الأبناء. هسه نحن اه. كمسلمين يا ندى مم. ممكن نسميه عقوق الوالدين، يعني مم. الطفل ده عاق وما مم. مؤدب بلا بلا بلا. لكن البحوث أثبتت إنه الأطفال دي من عمر 11 ل 14 15 سنة، ده العمر اللي احنا قاعد نشتغل فيه، اتضح إنهم هم جايين. يعني الدعوة هي شنو من البحوث دي؟ إنه نحن ما نشوفهم كمجرمين الأطفال ديل، مم. نشوفهم كضحايا. ضحايا عشان لأحد شنو يا الوالدين ندى؟ أو ضحايا كمان أي للأب النرجسي مثلا. للأب النرجسي، للأم النرجسية، أو أيوة، مم. أو للسايكل الدائرة بتاعت زي ما أنت قلت من شوية يا ندى. يعني الأب لما يكون نرجسي الأبناء يطلعوا نرجسيين، الأم تكون مذلولة، يلا مم. الدائرة تكبر. الابن اه. ده يطلع قد يكون نرجسي أو قد يكون مهزوز شخصيته. مم. عرفتي كيف؟ فكده مم. يعني فهسي هنا قاعد يقولوا كيف ان احنا نطلع بحوث، وكيف ان احنا نساعد النرجسيين ديل قبل ما يكبروا، وقبل ما يبقوا لنا ازواج، بالظبط قبل ما يطلعوا وقبل ما يبقوا لنا للمجتمع مدراء. ويكونوا أسر ايوه ويخلفوا أولاد، فبالتالي دايرة النرجسية اكزاكتلي. تكبر في المجتمعات. ايوه تكبر. وبعدين حاجه مهمه جدا جدا يا ندى مم. كمان، ان احنا لازم نكون واعيين ليها. يعني انت ان احنا كأسر وان احنا كأفراد ما جايين زي ما قلنا من السماء. يعني الليلة الإنسان النرجسي صعب جدا جدا يخلق علاقات، صداقاته دائما بتنتهي لأنه ما بيقبل النقد، ما اه. بيقبل نجاح الآخرين. مم. فيه كمية من الغيرة سواء كانت واضحة أو ما واضحة. يعني عرفتي ما عنده كيف؟ بيبقاش عنده فبالتالي أصدقاء. أيوة ما بيكون عنده أصدقاء مم. بالمعنى المعروف، لكن اه. هو بيكون موجود. عرفتي كيف؟ قد يكون مم. إنسان شفتي اجتماعي جدا جدا، لأنه شامن، لأنه بيعرف يتكلم، لأنه بيعرف عرفتي كيف؟ بيعرف يبيع نفسه، بيعرف يتكلم في أي موضوع أنت تخطيه، في أي منطقة تخطيه فيها، لأنه مم. ده هو البطانية بتاعت السكيورتي بتاعته. مم. لكن هل هو قادر بأنه يمشي خطوتين أو خطوة زيادة عشان يبني شكل علاقة حلو؟ ما هو بيخاف، ما هو مم. بيخاف في جواه إنسان كمان هو هش. غير انه بيخاف انه يمشي خطوتين زي ما حضرتك قلتي، هو ما عندوش استعداد يتنازل علشان اي علاقة تستمر. الطرف الاخر هو اللي مطلوب منه يتنازل ويجي على نفسه إكساكت. علشان هو اللي يستحق. أيوه مم. هو اللي يستحق. وبعدين كمان في حاجة غريبة جدا جدا، يعني الإنسان النرجسي دي بالرغم من قوته وبالرغم من تعذيبه للآخرين، إحنا عندنا حالات بتجينا very sad، يعني حالات محزنة جدا جدا، وفي مجتمعاتنا قد تكون موجودة، لكن اه. هسي قاعدة تطلع بسبب العلم، بسبب العولمة والإنترنت مم. وكذا. لكن مم. يعني الإنسان ده جواه حزين، فعنده من القلق والاكتئاب، وبيزيد كل ما الإنسان، كل ما الزوجة شفتي وقفت ضده، أو مثلا ابتدت تكتشف مم. إنه هو، حتى ما بالضرورة هي تقول إنه هو نرجسي، مم. ممكن تقول يا أخي أنت ليه بتتكلم معي كده؟ ليه أنت بتحرجني قدام الناس؟ مثلا هي تكون مم. إنسانة ذكية جدا جدا، اه. ممكن هو يعني يلمح كلمة يا ندى مم.
أو كمان لما تكون مرة يعني يقول كلمتين ما هي ما جارحات، مم. لكن تديها الإحساس بتاع إنها هي ما مقيمة. بالظبط، ليس لها عرفتي كيف؟ قيمة، فهي وإن كل شيء ليس. بتعمله ليس له أي قيمة. الحقيقة يا أستاذة أمونة، إحنا مازال أيوة. معانا محاور مهمة جدا، مازال معانا تساؤلات لحضرتك، أهمها من النساء اللي هم متزوجين أزواج نرجسيين، إزاي أتعامل معاه، علشان أنا مش عارفة أتعامل معاه إزاي، خصوصا إن أنا عندي أولاد. إمتى تقولي وتنصحي إن الزوجة تنفصل، لأن كده أصبح في ضرر شديد جدا جدا على الزوجة؟ ولكن احنا بإذن الله تعالى هنكمل هذه المحاور في جزء آخر من الحلقة، في حلقة جديدة عن الزوج النرجسي. ولكن لا يسعني الآن إلا أن أشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذة أمونة أبو بكر، المتخصصة في العلاقات الأسرية والزوجية، على وجودك معانا وعلى هذا الطرح المميز، وعلى وعد مع كل المشاهدين ومع كل القوارير اللي سألوا إزاي نتعامل مع الزوج النرجسي. تابعونا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.